فالطاهية يون بتاخد عينات منها وبتروح لغلغيون، فغلغيون بتشوفها وبتقول لها أنا متأكدة إن المكون ده فضلات فران. تاني يوم بيقولوا لها إن الملك انهار، فبتروح له بسرعة وبنلاقي إنها نفس الأعراض اللي عند الأمير، فبتقول إنه يمكن عشان ده الأعشاب الطبية حصل له كده. وكمان غلغيون قالت لي إن المكون اللي ريحته وحشة ده وطعمه وحش هو فضلات فران. فبيفكر ثواني كده وبيقول لها معقول تبقى فضلات السنجاب، بس بيقول إنه مش سم، بس اختلاطه مع الجيسنج بيخليه سم. فبيقول للطبيب الملكي يروح بسرعة يعمل الترياق، وبيبعت كبير المستشارين يتأكد مين المسؤول عن دواء الأمير. وبيعرف الطبيبة المسؤولة بس بيلاقيها مختفية بقالها كام يوم، فالملك بيخلي المهرج يدور على الطبيبة هو ورجالته. وطبعا المحظية كانج بتعرف، فبتبعت الخادمة بتاعتها عشان تقتلها، بس المهرج بينقذ الطبيبة وبيقعدوا يضربوا في بعض. فبيقول لها قتلتي أختي ليه؟ فبتقوله أختك حاولت تتقرب من الملك فكان لازم تموت. فبيروح ضربها وبيروح يسأل الطبيبة لعبت في دواء الأمير ولا لأ، فبتقوله إنها كانت خايفة من المحظية كانج، بس بتقوله إن في حد تاني وراها ولسه هتكمل. حد بيقتلها وبيطلع يجري، وبيطلع الراجل ده بتاع عم الملك. وبنروح للخادمة بتاعت المحظية كانج واللي بيتقبض عليها، وبتقول إن المحظية ما تعرفش حاجة وهي اللي عملت كل حاجة من دماغها. فالملك بيروح للمحظية واللي بتقوله أنا معرفش حاجة عن اللي انت بتقوله، هاتلي الدليل وتعالى. فبيمشي بس بيبقى تعبان، والطبيب الملكي بيجيله وبيجيبله الترياق فبياخده وبيروح للأمير عشان يشوفه وهو بياخده. أول ما بياخده بيفتح عينه بس بيقعد يرجع وبيقعد يتشنج جامد، وده عشان معدته فاضية. فطاهية يوم بتجري بسرعة على المطبخ تعمل له وجبة مغذية، وطبعا أمه بتبقى قلقانة منها أصلا. فالملك بيدوقه في الأول فبيأكله الأمير وحالته بتتحسن، فهي والملك بيرتاحوا. وبيقول لها هستناكي بالليل عندي، ليكي عندي مفاجأة. فهي بتفكر في الكتاب، والمحظية كانج بتروح للخادمة بتاعتها وبتقول لها اوعي تكوني قلتي حاجة عليا. فبتقول لها لا طبعا، فبتقول لها انها ممتنة جدا للي هي عملته عشانها وعشان كده هتخرجها من هنا. وبتروح قتلاها، وبتروح الطاغية يون للملك، وبتبقى المفاجأة انه عايز يوريها الرقصة اللي هيأديها في عيد ميلاد جدته، وبتفتكر ذكرياتهم من الأول مع بعض وبتقعد تعيط. بنروح لعم الملك اللي حابس الكاتب اللي الملك كان بعته عشان السجلات، وكمان بنلاقي جدته من ناحية أمه. والملك بيقول لها هو انت لسه عايزة تلاقي الكتاب وتمشي؟ فبتقول له اه ليه؟ فبيقول لها انه مش عايزها تمشي، وانه كان عارف من الاول من طريقتها واكلها انها مش من الزمن ده، وبيعرض عليها تتجوزه وتفضل عايشة معاه، بس هي بترفض مش عشان مش بتحبه، بس عشان هي لازم ترجع لحياتها ومسيرتها المهنية. فبيقول لها طب اوعديني اني لما اوحشك ترجعي لي. فبتقوله طب لو عايزة ارجع بس ما عرفتش ارجع. فبيقول لها ساعتها انا هاجيلك. فبتقوله اوعدني انك ما تبقاش طاغية. فبيوعدها. تاني يوم بقى بيجهزوا لحفلة عيد ميلاد الملكة الأرملة الكبرى، وبيعملوا الأكل اللي المفروض ما يحطوش فيه لحمة عشان مش بتاكلها، بس ما ينفعش يعملوا وليمة من غير لحمة. فهي بتفكر انها تطبخ بفول الصويا، لحمة مش لحمة. وبنروح للملكة الأرملة الكبرى واللي حواليها بيتمنوا لها السعادة، فبتدخل المحظية كانج بالعافية واللي مش بيبقوا طايقينها أصلا بسبب اللي هي عملته مع الأمير، بس بتقول لهم إنها ملهاش علاقة باللي الخادمة بتاعتها عملته، وبتقدم لها الهدايا وبتمشي. وبيدخل بقى عم الملك اللي عامل فيها عبيط عشان يعيد عليها، وبيقول لها تسامح على اللي عمله من غير قصد في المسابقة. فبتقوله إن غلطته ما تتغفرش ويتنحى بقى عن منصبه. بنروح بقى للمقدمة اللي عملوها وبتعجب الطه جدا، وبتبدأ بقى الحفلة. والملكة الأرملة الكبرى بتنبهر جدا بالأكل وإنه طعمه حلو جدا رغم إنها مش حاطة فيه لحمة. وبيقدموا بقى رقصات كتير
منها راسة الملك، وإن الملكة الأرملة الكبرى بتفرح جدا بيها وإنه كده بيقدرها. وبيجي بقى المفتش الملكي اللي الملك كان بعته عشان السجلات، وبيبقى عم الملك مهدده بحياة عيلته. والملك بيخلص الراسة وبيدخل بقى المفتش الملكي وبيديله الورقة اللي مكتوب فيه مامته ماتت ازاي. فطبعا الملكة الأرملة الكبرى بتخاف وكل اللي حواليها كمان، وبيقوله انه كمان جاب معاه جدته من ناحية امه، وبيقوله انها اتصابت بالجنون من بعد ما بنتها ماتت قدامها، وبتبقى اصلا مش عارفة حفيدها وبتقعد تعمل حركات غريبة. فالملكة الأرملة الكبرى بتقوم هي وكل قرايبها، فبيقول لهم انتوا رايحين فين؟ اقعدوا، ده لسه الحفلة هتبدأ. وبيخلي كبير المستشارين يقرا المسودة واللي بتقول ان المحظيتين قعدوا يقولوا للملك إن الملكة تفتقر للفضيلة، وبعدها جرحت الملك غصب عنها فعزلوها ونفوها بعيد. وبعدها الملكة الأرملة قدمت طلب للملك إنه يحكم عليها بالإعدام، فبيروح ساحب السيف وعلى الملكة الأرملة. بس الطاغية يوم بتحاول توقفه عشان ما يعملش مذبحة، وده بيسأل الملكة الأرملة إذا كانت عملت كده في أمه فعلا أو لأ، فبتقوله آه. وبتروح جدته مطلعة جزء من هدوم بنتها اللي عليها دمها، فده بيتجنن اكتر وبيروح على الملكة الأرملة. بس الطاغية يوم بتوقفه فبيقعد يزعق معاها لأنه أمر ما يخصهاش، بس هي بتقوله يخصني لأني بحبك، وكمان انت وعدتني انك هتبقى ملك كويس وهتحضر لي الأكل في يوم من الأيام. فكلهم بيترجوه يتراجع، بس هو بيسد مخارج القصر عشان محدش يخرج، وبيبقى عايز يقتل الملكة الأرملة الكبرى. ودي بتروح لجدته بتديها شوكولاتة وبتقول لها تفتكر بالظبط ايه اللي حصل، وده بيبقى خلاص هيقتلها. بس جدته بتقول ان امه قبل ما تموت كانت بتتمنى ان ابنها يطلع ملك كويس ويصحح الغلط اللي عملوه فيها. وكلهم بيترجوه تاني يوقف اللي بيعمله، فبيرمي السيف وبيقعد يصرخ من الألم اللي حاسس بيه، وبيمشي وهو مش قادر. وهي بتروح وراه وبيفتكر ذكرياته مع أمه، والطاغية يوم بتهديه وبتقول إن أمه ما كانش هيعجبها اللي عايز يعمله وهو اللي هيندم، وبتقوله يوعدها ما يفكرش في ده تاني. بنروح بقى لعم الملك واللي طبعا متضايق إن خطته باظت، وبيقول إنهم هيكملوا بإيديهم. وكبير المستشارين بيسمعوا، بس الراجل بتاعه بيمسكه. طبعا كل اللي ليهم علاقة بقتل أمه بيخافوا أحسن يقتلهم. نروح بقى للملك واللي الطاغية يوم بتقوله إنها حاسة إن في حاجة غريبة بتتعمل من حادثة الأمير لدخول الكاتب في الوقت ده، وبتقترح عليه يروح ياكل مع الملكة الأرملة ويسألها ممكن تكون في حاجة ما حكتهاش، فبيوافق. وبتقوله على الرسالة اللي قالها لها الطاهي مين، بس هو مش بيفهمها. المهم إنها بتروح بسرعة عشان تحضر الوجبة، وأول ما بتقولهم في المطبخ بيفرحوا جدا إن الدنيا هديت بينهم. بنروح بقى لأبو كبير المستشارين واللي عم الملك استدعاه، بس هو بيسمعهم بيتكلموا إنهم خطفوا ابنه وإنهم كمان هيقتلوا الملك، فبيجري بسرعة بس بيسمعوه فبيجروا وراه ويقتلوه. وبيروحوا بقى بلبس حرس القصر وبيستدعوا الطاغية يون وبيخطفوها، بس المهرج بيجي يضربهم وبياخدها منهم. حارس الملك بقى بيوصل له رسالة من كبير المستشارين إنه لقى قاعدة الخونة اللي هاجموهم قبل كده في الغابة، وواحد من الخونة بيجي يقوله إن الخونة خطفوا الطاغية يون، فبياخد حصانه ورجالته بسرعة على الغابة. بنروح لعم الملك واللي بيروح لابس لبس الملك اللي كان لابسه في الحفلة الصبح، وبيحط القناع بتاعه عشان يقولوا إنه الملك. وبيروح بقى للملكة الأرملة وبيقتل الخدم وبيدخل يقول لها ما كانش لازم تخليه الملك بعد ما تقتلي أمه، الأمة دي عايزة ملك كويس مش طاغية زيه. فبتقوله انت بتعمل ايه دلوقتي؟ فبيروح قتلها وبيخرج يقتل في كل الناس اللي حواليه، وبيقول لرجالته يهجموا على القصر، وبيبقى نص رجالتهم اصلا متنكرين في لبس رجالة الملك، فبيقلبوا على الباقي وبيقتلوا كل اللي في القصر بتاع الملك. بيوصل بقى الملك للغابة وبيلاقيهم معلقين كبير المستشارين، فبيروح يفكوا بسرعة بس بيبقى ده فخ وبيضربوه بالسهام. فكبير المستشارين بيزقه وبياخدها هو مكانه وبيولعوا بقى في المكان كله. والطاغية عيون بتفوق والمهرج بيقول لها لو ما هربتيش بسرعة الملك هيبقى في خطر، فدي بتهرب بسرعة بس بيمسكوها
والملك بيحارب في الغابة وهي بتعرف إن ده تمرد، بس المهرج بينادي صحابه وبينقذوها منهم، وبتعرف إن اللي ورا الخيانة دي هو عم الملك، وما بتبقاش فاهمة ده بيحصل ليه أصلا، مع إنها المفروض هدته عشان ما تحصلش مسبحة تانية. وعم الملك بيقتل قرايب الملكة الأرملة الكبرى كلهم على أساس إنه أمر ملكي يعني، وبيروح بقى للملكة الأرملة وبيقول لها إن الملك اتجنن خلاص وقتل عيلته كلها، وأنا جيت دلوقتي عشان أحميك انتي والأمير، وعشان كده لازم الأمير يبقى هو الملك. فبتقوله ابني صغير ومش هيبقى قائد التمرد ده. فبيقول لها انتي عايزاني أقتلك ناس تانية؟ الأمير هيتوج الصبح ملك، وبيبقى الملك مرمي وسط الجثث في الغابة. الصبح بقى بيبقى مجهز كل حاجة عشان الأمير يبقى الملك، وبينشر إشاعات بين الناس إن الملك اتجنن من امبارح وقتل جدته ومسؤولين البلاط، وبعد ما خلص راح يصطاد، وده طبعا عشان يعرف يملك الأمير. والمسؤولين اللي بيدعموه بيقولوا له بكرة الناس تأيدك انت وتخليك الملك. الكلام طبعا بيعجبه. بنروح للمهرج وبيبقى مش عارف مكان الملك فين وخارج يدور عليه، فالطاهية يوم بتديله العلقة بتاعتها عشان يديهاله ويقوله انها كويسة يعني. وبيبقى المطبخ في حالة فوضى كبيرة جدا من اللي حصل ومش فاهمين حاجة. وبيجي بقى خبر لعم الملك إنهم فقدوا أثر الملك وإن الحراس بتوعه على البوابة، فبيطلع بسرعة يشوفهم وبيلاقي الملك بره، وبيشوف المحدية كانج معاهم ضده، فبتقوله أنا كنت مستنية اليوم ده من بدري. وبيدخل بقى يتكلم مع عمه واللي بيقوله إنه انتقل مكانه لموت أمه، وإنه لازم يتحمل المسؤولية هو بقى لأنه كده كده مخلوع، وهينفيل المكان اللي مامته مدفونة فيه. فبيوافق وبيوديه السجن وبيطلب مذكراته وبيكتب فيها رسالة لمحبوبته، والمهرج بيرميله العلقة فبيعرف إنها كويسة، وبيروح بقى يقول للطاهية يون إنه عايش بس هينفوه، فبتعرف إنهم هيعملوا فيه حاجة لأن في التاريخ مكتوب إنه هيموت بعد نفيه بحاجة بسيطة كده، فبيحطوا خطة عشان ينقذوه وبتشوفه قبل ما ينقلوه، بس بيقول لها انه حاطط خطة ما تقلقش، وبيروحوا بيه الغابة وبيطلعوه عشان يقتلوه، بس رجالته بتخلص عليهم، وبياخد سيفه وبيغير هدومه وبيقول ان اكيد عمي هيجي يتأكد من جثتي لازم وقتها نقضي عليه. وفعلا بيجي مع رجالة كتير، بس الطاهية يون والمهرج ورجالته والطهاق كله بيجي عشان يساعد، وبيدخلوا بقى مع بعض وشوية وبيجي تشونسينج عشان يجرب القنابل بتاعته عليهم بقى، وشوية ويخلصوا عليهم، بس عمه بياخد الطاغية يون كرهينة وبيقوله لو عايز تشوفها تاني تعالى لوحدك في المكان اللي شربنا فيه قبل ما تبقى ملك. فبيروح وراهم بسرعة لوحده، والباقي بيرجع على القصر يقتلوا كل اللي قايم على التمرد، وبيروح المهرج للمحذية كانج عشان ينتقم منها عشان اللي عملته في اخته، فبتقوله مش انت اللي تحدد نهايتي انا اللي حددها، وبتروح قاتلة نفسها. والملك بيوصل للمكان بيلاقيها متربطة، وطبعا عمه بيحاول يقتله ويخلص منه، بس هي بتقدر تفك نفسها، فبيقول لها تهرب بسرعة بس هي بترفض، وبتلاقي الكتاب في الأرض وبيطلع إن الكتاب أصلا هي مذكراته، وده عمه بيبقى عايز يقتله بس هي بتاخد الضربة مكانه، وده بيروح قايم قتله، وهي بتقوله أنا ما كنتش عايزة أمشي أنا بحبك، وبتروح ميتة، والطقس بيتغير والكتاب بيتفتح وبينور، وبيروح واخدها جواه ويقفل على كده، وده بيقعد يعيط وبيقول هشوف طريقة واجيلك، وهي بتفوق بقى بتلاقي نفسها في المستشفى، فبتقوم تشوف الكتاب وبتلاقي أبوها فبتحضنه وبتقعد تعيط، وبيرجعها البيت بقى وهي بتسأل جوجل على التاريخ وبتلاقيه متغير ومكتوب انه مختفي وما لقيوش ليه جثة لحد دلوقتي، وبتطلع الكتاب تقرا فيه يمكن ترجع تاني بس مفيش فايدة، فبتنام حضنه. بعد فترة بقى بتروح تشتغل في مطعم لمدة شهر عشان تساعد صاحبها في التقييم، وبتغير بقى القايمة بتاعتها لأكلات عملتها جوسين، وبتلاقي الشيفات اللي هناك هما اللي كانوا معاها في جوسين، فبتفرح جدا وبتتحمس وبتشرح لهم بقى هتعمل ايه، وبيبقوا فرحانين جدا بالشغل معاها. وبيجي بقى الشخص اللي المفروض هيقيم الأكل بس بيرجع لها الطلب بحاجة غريبة جدا،
وهو أصلا ما لمسوش، فبتطلع له وبيبقى شبه كبير المستشارين جدا، فبتقول ايه ده، هو بيدور هنا كمان على الأخطاء، وبتزعق معاه. فبيقول لها شوفي بقى التقييم اللي هديهولك، وبيجي الملك يقول انا اللي هدوق الاكل بنفسي، ودي بتبقى مش مصدقه نفسها. فبيقول لها انا جيت عشان اوفي بوعدي، تعالي بقى ناكل وجبه مع بعض. وصاحب المطعم بيكلمها وبيقول لها ان الحكم ده طلع نصاب، وطلبوا له الشرطه. وبتخرج بتلاقيه عامل لها الاكل زي ما طلبت منه قبل كده، وبتساله جيت ازاي، فبيقول لها انه سر. وبيخلص مسلسلنا هنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.